ازيكم عاملين ايه؟ الحقيقه ده اول فيديو اعمله في حياتي بالطريقه دي. هي فكره ان هو من غير اي تحضير ومن غير اي بقى ورق ولا اي حاجه من الحاجات اللي انا بعملها في الطبيعي. هو بجد الفيديو ده هيطلع كده زي ما هو، حتى هحاول على قد ما اقدر ما يبقاش فيه قطعات خالص. هيبقى الفيديو كله عباره عن شويه كلام بتكلم معاكم فيه من غير اي قطع ومن غير اي بقى شوشره ولا جرافيكس ولا افكتات ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. والحقيقه ممكن يكون الفيديو ده مش مهم لكل الناس، بس الحقيقي هو فيديو مهم جدا بالنسبه لي، لان انا اكتشفت كده مؤخرا ان انا يوم 23/2 اللي هو هيبقى امبارح بالنسبه لكم، لان الفيديو ده هينزل المفروض يوم السبت، هيبقى بقالي سنه بعمل فيديوهات على اليوتيوب. الحقيقه الرقم يخض، يعني هو خضني انا نفسي شخصيا، لان اول فيديو نزلته كان 23/2/2023. والحقيقه انا كل اللي طالع ان انا اتكلم فيه في الفيديو النهارده، واتمنى ان الفيديو ما يطولش مني وما اسرحش قوي في الكلام، علشان كده سايب ورقه كده قدامي علشان اعرف كده انا همشي فين وما اسرحش قوي يعني في كل نقطه او في كل موضوع انا حابب اتكلم فيه. هي الفكره كلها بدات ازاي؟ الفكره كلها ما بداتش شهر 2، يمكن بدات اول سنه 2023، وكان الموضوع كله حاجه انا عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده في يوم من الايام. والحقيقه برضو اللي يعرفني وانا نفسي عمري ما كنت متخيل ان انا هفضل سنه مستمر على الحاجه اللي انا بعملها، واللي هي نوعا ما ممكن تكون فيها شويه صعوبات وشويه تشالنجز كده، الواحد ما كانش متوقع ان هو هيعديهم بالصوره اللي هو عداهم بيها، يعني الحمد لله. فالموضوع كله زي ما بقول لكم هو بدأ في اول سنه 2023. انا طول عمري بحب اتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب، وطول عمري يعني مقتنع بالحاجات اللي بتتقال نوعا ما، وبتابع ناس كتيره جدا سواء بقى جوه مصر او بره مصر، وبشوف دايما الناس بيتكلموا على حاجات يمكن ساعدتني انا نفسي ان انا اتحسن واكون شخصيه احسن وشخصيه افضل من اللي انا كنت عليها يعني. ومن هنا جت الفكره، قلت طب انا ليه ما اعملش حاجه زي كده؟ ليه زي ما انا بستفيد من ناس كتيره احسن مني او عملوا حاجات اكتر مني، ليه ما اقدرش؟ ليه انا كمان ما افيدش الناس اللي ممكن يكونوا يعني ممكن كلمة معينة تفيد أي شخص معين؟ وكنت عارف ومتأكد مليون في المية، وناس كتيرة جدا قالوا لي إن الطريق اللي أنت بتاخده ده أصعب طريق، يعني بغض النظر عن فكرة بقى الكونتنت كرييشن عموما، طريق طريق إن الواحد يعمل حاجة يعني فيها فايدة أو مش ألذ حاجة في الدنيا، ودي حاجة طبيعية يعني، مش هتلقى القبول بتاع أي حاجة تانية. انا بحب الكوره، وكان ناس كتيره جدا يقولوا لي اطلع اتكلم في الكوره، لو انت كده كده عندك النيه طب ما تتكلم في الكوره وهي حاجه الناس كلها بتحبها والكلام ده كله. بس انا بصراحه كان عندي وجهه نظر يعني مش عايز اقول للاسف، بس بصراحه كان عندي وجهه نظر، وكان عندي فكره زي ما بقول لكم المسج اللي عايز اوصلها لاي حد ممكن يوصل له الفيديو. فاولا طبعا من غير المقدمات الطويله دي كلها، هي الفكره كلها ان حقيقي شكرا لكل واحد شاف اي فيديو من الفيديوهات اللي نزلوا في السنه اللي فاتت، وبجد اوعدكم ان الموضوع هحاول على قد ما اقدر ان هو يبقى في تطور مستمر، علشان نقدر نوصل لحاجه كده تكون كويسه بالنسبه لكم، وكمان تبقى راضيان انا نفسي وانا بعمل الحاجه دي. لان هو زي ما بقول لكم الموضوع مش معتمد بس على فكره توصيل المعلومه، هو كمان الموضوع فيه شويه ازاي تحط الباكجينج بتاع الفيديو ده بطريقه توصل لناس كتيره وفي نفس الوقت يستفيدوا. طبعا لو على الاستفاده هو موضوع مرطرط في كل حته وفي اي فيديو موجود، بس هي الفكره كلها ان ازاي الفيديو ده بقى تقدر توصله لاكبر عدد ممكن من الناس، وفي نفس الوقت يبقى فيه جزء الاستفاده اللي انا ببقى حابب اوصله، وهي دي بصراحه اللي فيها شويه صعوبات. برضه انا سرحت شويه، فنرجع بقى تاني لفكره الفيديوهات اللي انا بعملها. انا اللي ما يعرفنيش اكتر شخص ممكن تكون شفته بيزهق في حياته، شخص بيزهق جدا وملول جدا، وغالبا لما بدخل الحاجه ما بقدرش ان انا استمر فيها، زي اي حد طبيعي، مفيش اي حاجه فيا مميزه عن اي حد بيزهق، ولا بقى الشخص اللي بيستمر في الحاجه مده طويله ولا الكلام ده كله. بس الحقيقه اللي اكتشفته ان الموضوع ملوش علاقه بان انت بتستمر ولا لا، هو ليه علاقه بالحاجه اللي انت بتعملها دي، انت بتعملها بغض النظر عن حالتك اللي انت عايش فيها دلوقتي. يعني من الاخر هي الفكره كلها مش لما اكون مودي كويس فانا هقوم هعمل فيديو او هقوم اعمل الحاجه اللي بعملها، مش لازم خالص يكون الحاجه اللي انت عايز تعملها هو ان انت تعمل فيديو او تعمل اي حاجه شبه الحاجات دي. هي الفكره كلها ان انت بيبقى فيه عندك هدف معين عايز تعمله، الهدف ده انت مقتنع بيه وشايف ان هو ده الحاجه اللي انت عايز توصل لها. فالفكره كلها مش ان انت تستنى لما يبقى مودك رايق ودنيتك متظبطه علشان تعمل الحاجه دي،
او تعمل خطوه ناحيه الهدف اللي انت عايز توصل له. لا، هي الفكره ان انت في اسوأ احوالك لازم على قد ما تقدر تكون بتحاول تاخد نفس الخطوه دي. وعلشان كده الخطوه دي كل ما كانت صغيره كل ما كانت هتساعدك اكتر، بالذات في اليوم الوحش اللي انت فيه. ففي الايام الوحشه الخطوه الصغيره دي هتبقى زقه كويسه جدا، وفي الايام الحلوه ساعات كتيره بلاقي ان الموضوع ممكن يبقى الخطوه الصغيره دي احاول اكبرها، احاول بدل ما انا عن نفسي عن تجربتي الشخصيه بدل ما بعمل فيديو ممكن اصور فيديوهين وثلاثه، لان انا الدنيا متظبطه ساعتها. لكن لو الدنيا في اسوأ الاحوال خلاص هعمل الفيديو على قد ما بقدر وخلاص والدنيا تمام، وهعدي الفيديو ده لحد ما اشوف الفيديو اللي بعده. والحقيقه ان حصل في السنه اللي فاتت دي كلها شويه صعوبات انا نفسي ما كنتش اتخيل زي ما بقول لكم ان انا اعديها. هي الفكره كلها ببساطه ان الموضوع جميل جدا من بره وكلنا، وانا اول واحد كنت بشوف الفيديوهات دي، الموضوع سهل. ايه يعني لما اقف اتكلم قدام كاميرا؟ ولا ايه يعني لما انزل واتعلم شويه حاجات ليها علاقه بالمونتاج، ولا اتعلم شويه حاجات ليها علاقه بالجرافيك ديزاين عشان اعمل الثمنيل والصور والحاجات اللذيذه دي كلها. بس الحقيقه اكتشفت ان الموضوع اصعب بكتير مما كنت اتخيل. ويمكن الصعوبه دي هي اللي خلتني لغايه اللحظه دي مستمر ان انا بحاول على قد ما اقدر انزل فيديو كل اسبوع. لان انا بدات من الاول خالص ما عنديش اي معرفه باي حد بيعمل حاجه في السوشيال ميديا عموما، ما اعرفش حد. يعني بدات كده زي ما بيقولوا من تحت الصفر بشويه، واتعلمت بقى حاجات كتيره جدا. اولها اتعلمت المونتاج وانا كنت لا افقه اي شيء في المونتاج، وشغال دلوقتي على بريمير برو، وعلمت نفسي ودخلت على اليوتيوب وشفت الموضوع ازاي بيتعمل، وازاي بدأت كده بالحاجات الأساسية في الأول، وازاي أقطع وازاي أشوف وأحط والكلام ده كله، وأجيب صور وأحطها يعني والحاجات دي كلها. وبعد كده بدأت أتعلم أصلا ازاي أقف قدام الكاميرا. هو موضوع الوقوف قدام الكاميرا ده عامة ده حاجة يعني أنا كنت فاكر إن هي أسهل من كده بكتير، بس هو موضوع عمره ما هيبقى بالسهولة اللي أنت متخيلها. لأن في الآخر الموضوع انا على قد ما اقدر قدرت اشوف ايه التكنيك بتاع الموضوع، طب ازاي، طب اكتب سكريبت ما اكتبش سكريبت، طب الموضوع يمشي ازاي. لكن اكتشفت بعد كده ان احسن طريقه هو على قد ما تقدر تبقى كاتب نقط وتبتدي تقول الموضوع بطريقتك انت الشخصيه. بس برضه بعد ما شفت كل الحاجات التكنيكس دي دخلت بقى في الواقع نفسه، لما لقيت نفسي واقف كده قدام الكاميرا انا مش عارف اتكلم ومش عارف اكون على طبيعتي، اللي هو مفروض ان هي تبقى حاجه سهله جدا. هو في الاخر الكاميرا لا هترد عليا ولا هتقول لي اي حاجه، بس الموضوع بجد كان بالنسبه لي قعدت فتره على ما اتعودت ازاي اصلا ابتدي اقف قدام الكاميرا وابتدي ان انا اتكلم وابتدي ابان على الاقل شويه على طبيعتي. مع ان برضه فكره القطعات وان انا بغلط واشوف والارقام وابتدي اخدها وراجع كده الموضوع شويه بيساعد كتير قوي في الموضوع ده في الاول. وبعد كده وبرغم كل ده واتعلمت كل حاجه زي ما بقول لكم، وعملت 1 2 و3 وشفت الموضوع بيمشي ازاي والكلام ده كله، تبدا بقى تنزل في الفيديوهات الموضوع صحراء. يعني مفيش اي حاجه تدعو لاي تفاؤل من اي شكل. بلاقي في الاخر ان الفيديو عدد الفيوز فيه مش اكتر حاجه، طب ليه، طب ايه اللي عملته غلط، وابدا بقى ابتدي اشوف. طبعا انا مخي بقى ساعتها هيبتدي يسوحني وابتدي بقى اوفر ثينك الموضوع بطريقه كبيره جدا. ازاي بقى، ايه الحاجه اللي انا كنت المفروض اعملها علشان الفيديو يوصل. بس اكتشفت ان الموضوع ما بقاش بيأثر فيا زي الاول. كنت في الاول ببقى مركز جدا الفيديو ده جاب كام فيو وراح فين وعمل ايه والكلام ده كله. بس فعلا عن تجربه سنه واحده بس في اليوتيوب اكتشفت ان الموضوع هي المتعه بتاعته نفسها في الرحله اللي الواحد بيعملها، في الريسيرش اللي بعمله قبل اي حلقه علشان اطلع حاجه معينه، وانا نفسي بتعلم من الحاجات اللي بقراها دي. يعني انا نفسي وانا بعمل اي بحث عن اي حلقه من اللي عملتهم كلهم او من حتى اللي هعملهم بعد كده، ففي معلومه جديده بتزيد عندي، فده في حد ذاته حاجه بسطتني. طب دي حاجه حلوه جدا. يعني انا مش بس بطلع ان انا اطلع اعمل فيديو واحاول على قد ما اقدر اظبطه والكلام ده كله، لا ده انا كمان بستفيد. ودي حاجه انا كانت بالنسبه لي سعيده. يعني انا بالنسبه لي حاجه دي بسطتني وما كنتش متضايق منها خالص، بالعكس انا شخص بحب دايما احاول اشوف اعرف حاجه جديده كل يوم، اعرف حاجه تفيدني او ما تفيدنيش، بس في الاخر على الاقل ما بقاش واقف مكاني لفتره طويله. وتاني حاجه فكره الحاجات اللي انا اتعلمتها كتير، الحاجات الكتيره اللي انا اتعلمتها علشان الفيديو يطلع بالشكل اللي هو بالنسبه لي بدائي بالنسبه لناس كتيره جدا على اليوتيوب. بس في الحقيقه علشان اطلع الفيديو البدائي ده اتعلمت مونتاج، اتعلمت تصوير، واتعلمت ازاي اقف قدام الكاميرا، واتعلمت
برامج ليها علاقه بالصوت، علشان المايك ساعات بيبقى الدنيا الصوت مش احسن حاجه، فابتدي ان انا اظبط الصوت بتاعه. فالحاجات دي كلها اللي اتعلمتها حسيت قد ايه ان برضو يعني يعني بتعود على الواحد بحاجه ما كنتش متوقع خالص ان انا ممكن اعمل حاجه زي كده. ونفس الكلام هي فكره الفيديو نفسه اللي الواحد بيعمله. فكره طبعا مش هتكلم ولا هتكلم بقى بصوره مثاليه ولا اي حاجه، بس فعلا فكره ان لو واحد بس شاف الفيديو ده واستفاد حاجه واحده بس من اللي اتقالت في الفيديو دي كلها، فاكيد ده ليه ثواب عند ربنا انا مش متخيله. فدي حاجه في حد ذاتها من الحاجات اللي شجعتني ان انا دايما استمر وان انا احاول على قد ما اقدر. حتى لو الارقام مش احسن حاجه، مع الوقت هتيجي، مش هيجري حاجه. المواضيع مفيش اكتر منها، والموضوع مش صعب زي ما انا كنت متخيل. كان بياخد مني في الاول وقت طويل جدا، والفيديو كان ممكن ياخد مني اديتنج بال10 ساعات. بس دلوقتي بدأ بعد ما ايدي خدت على الموضوع واتعودت وايدي مشيت اكتر في الموضوع، ما بقاش الموضوع بياخد مني وقت زي ما كان بياخد مني. بدأت اكتر ان انا افكر ازاي احسن من الحاجه اللي بعملها. يعني الايديتنج اللي بعمله لو كان في ممكن حاجات احسن، ابتدي اتعلم حاجات اكتر ان انا اشوفها، اعمل حاجات مختلفه. الصوره نفسها، الفيديو، الكتابه، واللي هي شايف ان هي ممكن تكون اللي بتوقع وتنزل الفيديو في الارض، هي فكره ازاي اخلي الفيديو نفسه بيتكلم يعني معمول بطريقه ان هو المعلومات اللي فيه تبقى على قد ما هي موجوده، تبقى برضو محطوطه ومرصوصه بطريقه معينه، علشان في الاخر هو اليوتيوب او الالجوريزم كده زي ما بيقولوا، هو بيشوف الفيديو ده عامل ايه مع الناس، علشان كده يبدا يرشحه للناس اكتر، ويبتدي ناس تانية تشوفه والكلام ده كله. فالحقيقه زي ما بقول لكم، انا السنه اللي فاتت دي عدت عليا بصوره انا ما كنتش متخيل ان ده ممكن يحصل. ما كنتش متخيل كميه المعلومات اللي استفدتها في السنه دي. ما كنتش متخيل ان انا هستمر السنه دي كلها في الحاجه اللي انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا هبداها. ده انا بداتها واستمريت فيها، وما عنديش مشكله ان انا افضل مستمر فيها، لان الموضوع مش صعب، او الموضوع فيه قيمه معينه حاسسها، لمجرد بس ان اي بني ادم او اي حد يشوف معلومه معينه ويستفيد منها. فدي في حد ذاتها ممكن واحد يكون شايفها صغيرة بالنسبة له دلوقتي، بس أنا متأكد مليون في المية إن هو الموضوع مش بالصغر اللي أنا ممكن أكون شايفه، أو مش يعني مش بالتفاهة اللي ممكن يكون الموضوع بيها. بس هي فعلا فكرة المعلومة القيمة دي حاجة بالنسبة لي من الحاجات اللي أنا بحاول أوصلها دايما في أي فيديو أنا بحاول أعمله. يعني على الأقل لازم يكون في معلومة الفيديو ده عايز يوصلها، أيا كانت بقى بالنسبة لك معلومة مش صح، معلومة مش كويسة، معلومة مش أحسن حاجة، بس في الآخر خليك متأكد 100% أي فيديو هتشوفه على الشانل دي إن هو في الآخر هيبقى فيه حاجة معينة الفيديو ده عايز يوصلها. وبرضه عشان ما اطولش كتير وما اقعدش ارغي كده على الفاضي والمليان، فبجد شكرا لكل حد شاف اي فيديو من الفيديوهات وعجبه وعمل لايك وعمل كومنت وفي ناس كتيره قالت لي حاجات كتيره، فعلا انا انبسطت. وبعتبر ده حاجه من الحاجات اللي الواحد يعني مش مقدر قيمتها، هي فكره ان في ناس كتيره يعني طلعت جزء من حبهم بقى للمحتوى اللي بعمله، او من حبهم لاي حاجه في الموضوع، وقد ايه ان هم شايفين ان في نوعا ما شغل كده بيتعمل في الباك جراوند. فقدروا ده حتى لو بكلمه صغيره، بس بجد الكلمه دي يعني مش عايز اقول لكم قد ايه الواحد بيبقى طاير من الفرحه لما بيشوف كلمه حلوه من حد ما يعرفوش. وبالعكس، ده انا بالنسبه لي كل حد عامل سبسكرايب هو زي اخ او اخت ليا، واتمنى كده نكبر الشانل مع بعض ونكبر كده مع بعض، ونيجي السنه الجايه نعمل فيديو تاني بعد ما الارقام كده تبقى اكبر واكبر، واحاول على قد ما اقدر ان انا اطور كل حاجه موجوده في الشانل. وبس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، فاشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي وفيديو جديد بقى ايه من الفيديوهات اللي زي قبل كده. يلا، سلام.